الجنيه المصري يستقر أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 47 جنيه و50 قرش في البنك المركزي المصري. أهلا بكم في قناتكم، القناة اللي تقدم لكم أخبار الاقتصاد والأسعار لحظة بلحظة. سعر الدولار في مصر استقر لحد دلوقتي أو مستقر وفتح على من نفس المستويات بتاعت امبارح. وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47 جنيه و50 قرش للشراء، 47 جنيه و63 قرش للبيع. في البنك الأهلي المصري السعر فضل ثابت 47 جنيه و52 قرش للشراء، 47 جنيه و62 قرش للبيع. بينما سجل بنك مصر وبنك القاهرة وبنك CIB شراء 47 جنيه و52 قرش، بيع 47 جنيه و62 قرش. أما في بنك أبو ظبي الإسلامي فسجل الدولار شراء 47 جنيه و49 قرش، بيع 47 جنيه و59 قرش. بشكل عام السوق لسه ماشي في سكة الاستقرار ومفيش تغيرات قوية في حركة الدولار خلال بداية التعاملات اليوم. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد أول بأول، وأكيد استنى رأيكم في التعليقات. سلام.